اللي احنا شايفينه قدامنا ده الدرج العظيم لأول مرة. دكتور عيسى زيدان، مدير عام الشؤون التنفيذيه للترميم ونقل الاثار بالمتحف المصري الكبير. احنا هنا طبعا اليوم هو بدايه التشغيل التجريبي للدرج العظيم. احنا مش بنقول افتتاح، ولكن هو تشغيل تجريبي للدرج العظيم. الدرج العظيم هو ايه؟ هو احدى قاعات العرض اللي بيتفرد بيها ويتميز بيها المتحف المصري الكبير عن اي متحف في متاحف العالم. الدرج العظيم بيتم عرض عليه 60 قطعة أثرية من أفضل القطع الأثرية اللي بتعبر عن روائع الفن في الحضارة المصرية القديمة، اللي بتبدأ من عصر الدولة القديمة وعصر الدولة الوسطى، عصر الدولة الحديثة، ثم العصر اليوناني الروماني. الدرج العظيم بيتكلم عن 4 موضوعات في الحضارة المصرية القديمة. بيتكلم عن الملكية في مصر القديمة، أو الهيئة الملكية اللي كان فيها حصل تطور كبير جدا في فن النحت، في خاصة مع تماثيل الملوك. وبالرغم من ذلك إن حضرتك كنت ممكن تقدر تعرف من هو الملك من خلال السمات الفنية. الملك والموضوع هذا الموضوع اللي هو خاص بالهيئة الملكية بيتم عرض مجموعة متميزة جدا من تماثيل الملوك زي الملك رمسيس، الملك سونيسرت، الملك حتشبسوت، الملك تحتمس. ده الموضوع الأولاني. الموضوع الثاني على الدرج العظيم بيتكلم عن الدور المقدسة أو أماكن العبادة في مصر القديمة، اللي هي بتعرض فيها مجموعة من الأعمدة زي أعمدة الملك سحوراع، ناموس الملك نيوتكريس. الموضوع اللي هو الثالث على الدرج العظيم بيتكلم عن الملك وعلاقته بالآلهة. كان في علاقة وطيدة بين الملك والآلهة. طبعا الإله هو اللي بيهتم بشؤون السماء، بشؤون الأرض، والملك هو الذي بيحكم، وهو بيمثل الإله على الأرض. وده طبعا من خلال عرض مجموعة متميزة جدا من تماثيل اللي هي السواليس أو التماثيل الزوجية، زي تمثال الملك رمسيس والمعبودة عناط. عندنا ثالوث الملك رمسيس وبتاح وسخمت. عندنا مجموعة متميزة جدا من الآثار اللي هي بتعبر عن الموضوع الثالث. الموضوع الرابع اللي هو بيتكلم عن الحياة الأخرى. المصري القديم طبعا كان بيهتم بالحياة الأخرى، وده لأن الموت هو العبور إلى العالم الآخر بالنسبة له، فكان بيهتم بتحنيط الأجساد. وده طبعا كان في فن وفي إبداع. وده الموضوع ده بيمثله مجموعة من الآثار المتميزة من التوابيت، لا زي تابوت الملك تحتمس، زي تابوت الأمير جيرف خوفو. ده على الموضوع الرابع. بننهي الدرج العظيم بعرض متحفي ليس له مثيل في العالم، اللي هو الأهرامات الثلاثة في بانورامة عرض رائعة على الدرج العظيم، كأنها معروضة في فاترينا دي بتواريخ. ودي أيضا بتكمل اللي هو الموضوع الآخر اللي هي الحياة الأخرى عند القدماء المصريين. طبعا هذا العمل اللي هو موجود دلوقتي كان وراه جيش جرار جدا قام على هذا العمل العظيم، سهر ليالي من نقل آثار، من ترميم آثار. كل الشكر والتقدير والتحية ليهم وعلى يعني المجهود اللي هم بذلوه، سواء المرممين، سواء الأثريين، العمال، الفنيين، كل القائمين على هذا العمل. كان الوزير السابق الدكتور خالد العناني، والوزير الحالي أحمد عيسى، المهندس المبدع اللي هو عاطف المفتاح اللي هو له بصمة في كل مكان في هذا المتحف، الدكتور الطيب عباس مساعد الوزير بالشؤون الأثرية، زميلنا الدكتور حسين، كل زملائنا بالمتحف الكبير، المرممين ومركز الترميم والأثريين. طبعا كان معانا شريك في هذا العمل أيضا شركة المقاولين العرب في أعمال نقل بعض القطع اللي هي موجودة على الدرج العظيم وتثبيتها. لهم كل الشكر والتحية. ده عمل متكامل، منظومة عمل متكاملة. الحمد لله نجحنا الحمد لله فيها، ويعني بنقدم شيء للعالم كله، وده هيبقى شيء بسيط جدا. لسه عندنا قاعتي الملك توت عنخ آمون، لسه عندنا قاعات العرض الرئيسية اللي هيكون حكاية بإذن الله، وهتكون مبهرة بإذن الله إن شاء الله.